أهلاً بيكم. النهاردة اخترت اسم للحلقة اسمه سحر التواصل وقوته، لأنه بيتكلم على أهمية التواصل أو الكونكشن مع أي طفل نيورو دايفرجنت أو حتى نيورو تيبيكال. إحنا كائن محتاج التواصل للنمو. التواصل هي أحلى هدية ممكن تديها لأولادك. وقد كده ساعات بيكون سهل قوي إن الطفل يتواصل ويوضح ويبين احتياجاته، ساعات بيكون صعب أو استحالة إن الطفل يتواصل ويوصل لأهله هو محتاج إيه أو هو حاسس بإيه. يعني بتيجي مثلا أوتوماتيك لأطفال وبتكون صعبة على أطفال زي مثلا أطفال طيف التوحد. نتيجة عدم القدرة على التواصل بتخلق جاب ما بين الأم وأولادها، وبتكون صعبة عليهم هما الاتنين. الأطفال غير القادرين على الverbal communication زي الautistic children بيكون عندهم طاقة قوية، وtheir energy بتحس مين بيكون عايز يتواصل معاهم ومين رافضهم، وهم لما بيحسوا إن اللي قدامهم قابلهم بيسمحوا لهم يدخلوا في عالمهم. والغلطة اللي ممكن تقع فيها أي سبيشال إنها تحس إنها مهما تعمل مش قادرة تتواصل مع ابنها أو بنتها، فبتقول خلاص مش مهم ومفيش فايدة من المجهود اللي بعمله. ده مش صح. هم بيحسوا بالloving presence. They feel your presence even if non-verbal. هم بيدوا طاقتهم للي بينشئ علاقة معاهم. هو استثمار حقيقي لوقتكم ومجهودكم. التواصل بيتبني من هم لسه مولودين. البوندنج ده مهم جداً، لأن هم لما بيدخلوا مرحلة المراهقة الكونكشن اللي اتبنى بيكون هو السيلف بروتكشن بتاعهم، وبتحمي النيورو دايفرجنت وبتساعدهم في السيلف ريجوليشن اللي بيكون صعب عليهم قوي في مرحلة المراهقة. أنا عارفة قد إيه بتبقى صعبة إن إحنا نبني الأيديال كونكشن مع أولادنا مع الضغوط العصبية والتشالنجز اللي موجودة في حياتنا كل يوم، بس الحقيقة لو إحنا عايزين ولادنا يكبروا ومعاهم وثيقة أمان، اللي نقدر نعمله إن إحنا نبني علاقة حلوة مع أولادنا فيها تواصل. تعالوا نفتكر ذكريات من وإحنا صغيرين مع أهلنا، زي مثلا لما كنا بنطبخ ونساعد جداتنا في المطبخ، خصوصا أيام العيد والكحك. مين فينا لما بيفتكر المواقف دي قلبه مش بيضحك؟ وبنفتكر إن إحنا قد إيه تعلمنا حاجات كتير من البوندنج اللي كان بيحصل من الأحداث والدي تو داي لايف. ده اسمه guided participation. ده مهم وكروشال لنمو الأطفال، نمو طبيعي، إن هم بيكتسبوا مهارات مهمة لا يمكن يكتسبوها في أي سيتنج آخر. اللي بيتحرم من كده بيبقى عنده حاجة اسمها حرمان بيئي. ولأن الأطفال بتتولد تقريباً من غير مهارات زي الcommunication skills، cognitive skills، social skills، والguided participation هو اللي بيساعد على تنمية المهارات دي اللي بتأهلهم للدنيا وبتؤهلهم للإندبندنس. لما بيكون الطفل بدأ يظهر عليه أعراض زي مثلاً عدم القدرة على التركيز، أو عنده حالات خوف مرضية أو any dysregulation نتيجة النيورودايفرستي، بتلاقي إن البيرنتس بدأوا ما يدخلوش نفسهم مع أولادهم في guided participation، سواء هم واعيين لكده أو لأ. هم مجرد بيحاولوا يقللوا المشاكل والاحتكاكات على قد ما يقدروا، فبيحرموا الأولاد من اكتسابات مهارات مهمة جداً. من أهم الguided participation activities هي شغل البيت. أيوة زي ما سمعتوني كده، اللي بالإنجليزي اسمها house chores. أول مهارات الأطفال بتكتسبها وبتأثر على مهارات كتيرة قوي، وبتولد الاندبندنسي. بس للأسف في بلادنا العربية عشان اتعودنا إن في حد بيساعدنا في البيت فده مش مهم. حتى لو عندكم كذا حد بيساعدكم في البيت، أرجوكم دخلوا أولادكم في شغل البيت. حتى وهم لسه مش عارفين يمشوا ممكن نوريهم يحطوا حاجة بسيطة من لبسهم في سبت الغسيل، ونتكلم معاهم ونفهمهم إيه ده. It's never too early or too late to do this. وحتى الأطفال اللي عندهم نسب عجز ممكن برضو نبدأ بمهام صغيرة جدا معاهم، ومع الوقت نبدأ نزودها لهم لما يكونوا مستعدين، وده طبعا under our supervision ومساعدتنا لما يكونوا محتاجينها. الموضوع ممكن يبدأ بإنهم حتى يحطوا الطبق بتاعهم في الحوض أو الديش واشر، ولما بتتقسم المهام دي على الأولاد في البيت بيكون لها تأثير حلو قوي ما بينهم، وكمان بيحصل بوندنج ما بين الأولاد وبعض. الخلاصة إن الجايدد بارتيسيبيشن بين الأهل والأولاد لها تأثير مهم جدا في التشايلد ديفلوبمنت across all domains، لأن دي حجر الأساس للإندبندنس. طب إيه اللي ممكن نعمله؟ أول حاجة التواصل عن طريق الموسيقى. الموسيقى بتستخدم في علاج حاجات كتير قوي، لأنها بتساعد على إفراز النيورو ترانسميتر دوبامين اللي بيساعد على الإحساس بالسعادة، وبيساعد إن إحنا
ننهي المهمات والتركيز والموتيفيشن بتاعنا. هو the feel good هرمون. لو شغلنا موسيقى لذيذة ومبهجة وقعدنا نرقص ونغني مع أولادنا في أي وقت من اليوم it's a bonding exercise ليهم ولينا. تاني حاجة التواصل عن طريق اللعب. الأطفال اللي بيقدروا يعبّروا عن احتياجاتهم هم ممكن يسألونا نلعب معاهم أو إحنا نعرض عليهم نلعب بالعرايس أو نعمل حفلة شاي مع بعض. ولكن الأولاد والبنات الأوتستيك أو الnon verbal عمرهم ما هيطلبوا، بس اللي أنتم ممكن تعملوه إن أنتم تراقبوا أولادكم وهم بيلعبوا وبعدين تبدأوا تقلدوهم وتقلدوا لعبهم، فده بيخلق تواصل ويبدأ الطفل to allow you in the world of their play. ولو نجحت في كده الدنيا وما فيها والله. أهم حاجة join the play وما تحاولش تعدل لهم أو تغير لهم لعبهم. تالت حاجة التواصل من خلال الإلكترونيكس. في ألعاب وأبليكيشنز معينة بيكون فيها لعب وضحك مع بعض وبتساعد على التواصل بينكم وما بين أولادكم. المهم ناخد بالنا من التوليرنس ليفل بتاع كل طفل، لأن كل طفل بيختلف عن التاني، فلازم نحدد وقت معين ونمونيتور الوقت والفيجوال لود اللي كل طفل يقدر يستحمله. رابع حاجة التواصل بإنك تدي أولادك من وقتك. أي وقت بتديه لأولادك سواء في اللعب أو المشي أو القراية أو حتى بتتفرجوا على التلفزيون مع بعض، ده وقت very valuable time ليهم. واللي يفرق معاهم إنك تعملي ده ritual، يعني حاجة ليها أهمية، مش لما تسمح الظروف والوقت. وقتنا مع أولادنا ده priority في جدول يومنا. الemotional connection مش بس physical، لازم نديهم كل وقتنا وكل اهتمامنا، يعني نكون قاعدين معاهم ولاغيين التليفون مش بنبص فيه ومفيش حاجة بتقطع الوقت اللي احنا قاعدينه معاهم. قولولي لما تجربوا أفكار من اللي أنا قلتها لكم وشاركوني بأي حاجات تانية ممكن تكون بتساعدكم تتواصلوا مع أولادكم.